لو معاك جهاز وما فيهوش كارت شاشة وبتسأل هل ينفع تلعب ألعاب ولا لأ، الفيديو ده معمول عشان يجاوبك بشكل عملي ومن غير كلام نظري. النهاردة هنجرب نشغل ألعاب على معالج بس من غير أي كارت شاشة خارجي ونشوف الأداء الحقيقي على أرض الواقع. المعالج اللي معانا هو رايزن 5 3400G، والمعالج ده بيجي بكارت شاشة مدمج اسمه فيجا 11، وده يعتبر من أقوى الكروت المدمجة في الفئة الاقتصادية. الميزة هنا إنك تقدر تعتمد عليه كبداية من غير ما تحتاج تصرف فلوس على كارت شاشة منفصل، ودي نقطة مهمة جدا لأي حد ميزانيته محدودة. خلينا نبدأ بالتجربة الفعلية. أول لعبة معانا هي GTA 5. شغلنا اللعبة على إعدادات لو الميديوم، وكانت الفريمات ما بين 30 ل 45 فريم في أغلب الوقت. Sorry about that. الأداء هنا يعتبر كويس جدا بالنسبة لكارت مدمج، وتقدر تلعب وتستمتع من غير تقطيع مزعج. نيجي لألعاب الكورة زي فيفا أو PES. الألعاب دي خف شوية واشتغلت على إعدادات ميديم بسهولة، والفريمات كانت ثابتة، وده يخليها مناسبة جدا لأي حد عايز يلعب بشكل يومي. As only Old Trafford can, some terrific scenes at the Stretford end. Two high-profile, high-caliber teams. This is a welcome event for all these supporters. Well, on the خلينا ندخل على ألعاب الأونلاين زي فالورانت. هنا الأداء كان ممتاز جدا وفريمات عالية ومستقرة، لأن النوع ده من الألعاب مش محتاج إمكانيات قوية. لكن خلينا نكون صرحاء، مش كل الألعاب هتشتغل بنفس الشكل. الألعاب التقيلة زي Red Dead Redemption 2 أو Cyberpunk الأداء فيها هيكون ضعيف جدا ومش هتاخد تجربة مريحة. في نقطة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها، وهي الرام. الكارت المدمج بيعتمد على الرام بشكل كبير جدا. لو عندك 8 جيجا سنجل تشانل الأداء هيكون أقل، لكن لو خليتها 16 جيجا دول تشانل هتلاحظ فرق كبير في الفريمات. كمان استخدام SSD بيفرق في سرعة الجهاز زي تشغيل الويندوز وفتح الألعاب، لكنه مش بيزود الفريمات بشكل مباشر. دلوقتي نجاوب على السؤال المهم: هل ينفع تلعب بدون كارت شاشة؟ أيوة ينفع، لكن في حدود. ينفع للألعاب الخفيفة والمتوسطة، وينفع كبداية لو ميزانيتك قليلة. لكن لو عايز ألعاب تقيلة أو إعدادات عالية لازم كارت شاشة منفصل. الميزة الكبيرة هنا إنك تبدأ بالجهاز وبعد كده تطوره براحتك. تقدر تضيف كارت شاشة بعدين، وساعتها الأداء هيقفز معاك بشكل كبير جدا. في النهاية الكارت المدمج مش بديل كامل، لكنه حل ذكي لأي حد عايز يبدأ بأقل تكلفة ممكنة. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان تشوف تجارب أكتر ونصايح في الهاردوير.